السلام عليكم، عاملين ايه؟ يلا بينا كده ونغير وجباتنا النهارده ونعمل كشري مصري. معانا مكرونه اسباجيتي، حمص، مكرونه شعريه ومكرونه عقل، ومعانا عدس بجبه ورز. الكميات طبعا اللي تناسبك. انا هنا اخدت حبه مكرونه اسباجيتي ورحت مكسراهم عشان مش هيتسلقوا مصححين. العدس بتاعنا كنت حطيته على النار يتسلق، فعملاه نص سلق، نص سوا. المية بتاعت المكرونة على النار وغليت، هنزل الأول بالمكرونة العقل نص سوا، وبعد كده هنزل بالمكرونة الشعرية عشان طبعا المكرونة الأسباجيتي أسفة ما بتاخدش سوا. البصل بتاعنا اهو بنقطع جوانح. والحمص كنت نقعيه قبليها بيوم، يعني من بالليل حطاه في مية، وقمت الصبح كده هسويه وانا بعمل الكشري بتاعي. يلا بينا يلا. هنا المكرونة اتسلقت، شطفتها وسبتها تتصفى، وبعد كده هحط عليها حبة زيت وهسيبها واغطيها واركنها على جنب. كل ما بتخلصي حاجة بتركنيها بقى على جنب لحد ما نيجي نحضر اطباق الكشري بتاعتنا. في الوقت ده انا هجهز بقى البصلة. هحمرها ومش هحط ولا دقيق ولا نشا فيها، وهتبقى متخرشفة وجميلة جدا. ازاي؟ انا هحمرها في حبة زيت حلوين، يعني يبقى الزيت كويس، مش على القد يعني. دي اولا. تاني حاجة بصفيهم على مصفى، او بحطهم على ورق مناديل وبهويهم واسيبهم كده في الهواء بيتخرشفوا وبيبقى طعمه زي العسل. ادي البصل بتاعنا اتكرمل وهسيبه كده على ورق المناديل، وبعد كده هينشف لوحده. يلا بينا يلا بينا. الثوم، معلقة كمون ومعلقة شطة ومعلقة كزبرة ناشفة. ادي الزيت بتاعنا بقيته، هحط منه كده حوالي 3 معالق كبار للرز بتاعنا، والباقي هنزل بيهم علشان اعمل بيهم التسبيكة، يعني هنزل بالثوم عليهم. معلش بقى يا جماعة في اللخبطة. بحمر المكرونه الشعريه بتاعتي، بخليها يعني مغمقه شويه، وبرده دي حاجات اختياريه، يعني في حاجات تختلف من واحده للتانيه. زي ما انتوا شايفينها كده مغمقه شويه، ماشي، عشان تبقى باينه. هنزل بالرز وهسيبهم بقى على النار كده يتشوحوا بسيط. في نفس الوقت انا نزلت هنا التومه بتاعتي اتحمرت، ورحت حاطه الصلصه وهسيبها تتسبك. نزلت كمان بالعدس وهسيبهم يتشوحوا مع بعض شويه في الزيت. هحط بقى ايه؟ كمون وفلفل اسود وحبه الملح. ظبطي ملحك طبعا حسب ما انتي ايه عايزه. في نفس الوقت هحط على الصلصه بتاعتي ملح وفلفل اسود وشطه. انا هنا زي ما بقول لكم بشوحه شويه، وبعد كده بنزل عليه بالميه المغليه، اغطيه بس مجرد ان هو يتغطى بس بالميه. هغطي عليه واسيبه بقى يستوي مع نفسه. وهنا العدس بتاعنا هيكمل سواه مع رز والشعرية. الصلصة بتاعتنا بنظبطها بقى، فلفل اسود وحبة شطة، وحطيت الملح، وهسيبها كده مع نفسها لما تستوي براحتها. يلا بينا نعمل الدقة. يلا بينا. كوباية مية وتوم وكزبرة وشطة وكمون. معانا الخل، هحط ربع كوباية خل، يبقى كوباية مية ربع كوباية خل. توم، كزبرة ناشفة، ومعلقة شطة ومعلقة كمون، وهنزل بيهم وهقلبهم وهسيبهم مع نفسهم كده. الدقة بتاعتنا دي كده جاهزة، والصلصة كمان على النار، يعني انتي بتعملي كله في وقت واحد. ربنا يديمها علينا نعمة، وكل نعم ربنا علينا كتير، الحمد لله. اللهم لك الحمد. هنا الحمص بتاعنا استوى كمان، شطفته. ويلا بينا بقى نبدأ نجهز اطباق الكشري بتاعتنا. الغرف وطريقة التقديم دي بتختلف بقى، دي حسب ما انت عايزة. دي طريقة التقديم، دي طريقة اختيارية ليكي انتي وبراحتك. في ناس تحب تغرف كل حاجة لوحديها،
بترتيب يعني، لا المكرونة من فوق، الرز من هو اللي من فوق كده يعني. فدي حاجة تريحك انت. انا عملت طبقين، طبق المكرونة من تحت وحطيت عليه الرز، والطبق التاني الرز هو اللي من تحت والمكرونة من فوق. وبعد كده بنزل عليهم بالصلصة من فوق، وبجهنيشه بقى بحبة البصل كده حوالين الطبق بتاعنا، والصلصة من فوق منها. وليكي بقى ان انتي تختاري اللي انتي عايزاه، المكرونة اللي من فوق او الرز اللي من فوق. اتمنى ان الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، ونكونوا تملي كده ضيوف خفيفة عليكم. اشوفكم على خير، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وسلام عليكم.